ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. الاهلي والرجاء. الاهلي ياخذ ما يريده من المنتخب او النادي المغربي. منتخب ايه؟ صلي على رسول الله قبل ما تبدا اي حاجه. النادي الاهلي ياخد اللي هو عاوزه من الاراضي المغربيه ومن فريق الرجاء المغربي، ويتاهل الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا للمره الرابعه على التوالي. وبحكم ان دي مباراه بره ارضك، فالنادي الاهلي خد اللي هو عاوزه من اللقاء. ولكن زي ما انت قريت كده بالظبط عنوان الحلقه او عنوان الفيديو، ماتش بيض، ماتش يخليك بصراحه تكره الكوره والساعتين اللي انت قعدت فيهم وخدت القرار ان انت تتفرج على هذا الماتش او هذه المباراه. ليه انا بقول لك كده؟ لان انا النادي الاهلي كسب ووصل لنص نهائي والدنيا حلوه ومكمل في افريقيا والدنيا جميله مع النادي الاهلي. ولكن انا كواحد قاعد بتفرج، انا بحب الكوره، بحب النادي الاهلي، بحب اتفرج على اللعبه الحلوه. انا قاعد كده لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا قاعد بنام. أنتوا أكيد كمان كلكم كنتوا قاعدين بتناموا. ماتش ما فيهوش أي حاجة، ماتش ما فيهوش غير ضربة جزاء، كورة كده طايشة اتلعبت عرضية في الدقيقة 87، الجون فاضي والواد ما عرفش يحطها. بس هم دول الحاجتين اللي في المباراة. بخلاف ذلك 90 دقيقة من الخراء الكروي. أنا آسف جدا على ألفاظي، ولكن المباراة كانت سيئة جدا، سيئة لأقصى درجة، أقصى درجة. مباراة ما فيش كورة اتقدمت، ما فيش أي حاجة اتلعبت. النادي الأهلي متكتل، فكرني بأتلتيكو مدريد. ونادي الرجاء عايز يعمل حاجة بس مش عارف يعمل حاجة، ما عندوش الأدوات اللي يعمل بيها حاجة. شهادة لله وكلمة حق تتقال، نادي الرجاء لو بيلعب في الدوري المصري كان بالمستوى ده، بالمجموعه الحاليه، كان زمانه دلوقتي بينافس الاسماعيلي على الهبوط. اللي هو انا ههبط الاول، لا والله العظيم ثلاثه، لا اهبط انا الاول، لا انت هتهبط الاول كده. لكن والله لو لاعب فريق زي انبي او الداخليه او اي فريق من منتصف جدول الدوري العام المصري، الفريق ده يفرمه. لو لاعب المقاولين هيديله سكور. انا مش عارف النهارده النادي الاهلي ليه ما كانش بيهاجم. انا مش عارف النهارده ليه النادي الاهلي ما راحش بشخصيته. ليه النادي الاهلي لعبته؟ انا كنت حاسس كده بالذات الرباعي الامامي الهجومي كانوا بيفكروا في ماتش الزمالك. انا مش عايز اتصاب، انا مش عايز اجري، انا مش عايز اضغط. كانت كل ما اللعيب الكره تبقى مع فريق الرجاء وفي مساحات قد كده في ظهر لعيبه الرجاء، كان لعيبه المربع الهجومي دايما تحت الكوره وتحت ورا خط منتصف الملعب، وكلنا متكتلين ورا. دي تعليمات مدير فني. ولكن في حاله فقد الكوره، انت خلاص كنادي اهلي استرجعت الكوره من نادي الرجاء، بلاقي دايما الوينجات ما بتطرش، اللهم الا كورتين كده حسين الشحات خد فيهم قرار فردي وراح عمل لي فيها دينيلسون وما عرفش يكمل الهجمات، ما عرفش. ولكن كانت علامه استفهام كبيره جدا النهارده. وكولر لما فكر يعمل النهارده تغييره في الدقيقه 60، كانت تغييره محمد شريف محمد شريف بكهربا. طب انت عايز تهاجم؟ طب ما انت مش مدي اصلا المهام الهجوميه او الواجبات الهجوميه للوينجين بتوعك. في حاله استحواذك على الكوره بنفضل نقل كده بعرض الملعب، مروان عطيه نديها لديانج، ديانج يحاول يعدي من وسط اتنين وبعد كده يقوم باصص على يمينه وبعد كده يقوم مرجع الكره ورا تاني، وهكذا حمدي فتحي، وهكذا مروان عطيه. وكان اللعب كله عرضي، وكان اللعب كله فعلا عقيم لا يسمن ولا يغني من جوع. فعلا مباراه، انت لو بتحب تتفرج على الكوره النهارده اكيد كرهت لعبه كره القدم لو انت اتفرجت على 90 دقيقه بتوع الفريق الاهلي والرجاء. ولكن بحكم ان هي مباراه بره ملعبك، فانت خدت اللي انت عاوزه. زي ما قلت لك في بدايه الحلقه، النادي الاهلي للمره الرابعه على التوالي بيوصل لنص نهائي دوري ابطال افريقيا، وده في حد ذاته انجاز ما يقدرش يعمله الا كبير القوم وسيدهم النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده كان فيه لعيبه ممتازه جدا، وكان فيه لعيبه ما جاتش المباراه، ويا ريتها ما جاتش المباراه وكفت خيرها شرها. لا دي جت المباراه ورزتنا كمان. منهم او هو اليو ديانج باشا. اليو ديانج اللي بيتفنن بقاله حوالي 4-5 شهور بيتفنن ان هو يدي الكرات للخصم، مش مجرد ميس باس عادي، لا ده ميس باس بضربة جزاء، ميس باس بانفراد للخصم، ميس باس بكارثة زي ما شفنا في ماتش ريال مدريد. الماتش ده انا مش هنساه ومش هيطلع من ذاكرتي. ماتش ان انت تعمل 40 دقيقة او 45 دقيقة ضد ريال مدريد وانت مستحوذ على الكرة والنتيجة 0-0،
وبتعمل كمان هجمات، وحسين الشحات لما كامافينجا وشاط كوره وكورتوا شال كوره من على الخط، وانت كنادي اهلي بتقارع ريال مدريد وكان ممكن تكسبه نفسيا حتى على الاقل لو خرجت الشوط الاول 0-0. ولكن اليو ديانج رفع ما تفهمش رفع ايه، وقام قرر ان هو يدي كوره طايشه لمتولي، اللي متولي اصلا برجله على قده ما عرفش يرفع رجليه من على الارض. قامت الكوره راحت للعبيط اللي اسمه فينيسيوس جونيور وقام حاططها في الشناوي. ومن اللحظه دي والماتش اتفتح وريال مدريد يعني كان دفاع النادي الاهلي بالنسبه له مستباح. فانا مش هنسى الميس باس ده بالنسبه لديانج. واحد هيقول لي رصيد ديانج يسمح، كان يسمح وقتها، ولكن الكوارث اللي بيعملها اليو ديانج من بعد المباراه دي ما تتعدش، فرصيده خلص وانتهى وخلاص. فاليو ديانج قرر ان هو يدي النهارده ضربه جزاء للرجاء المغربي كانت ممكن ترجعه للقاء، وكان على بعد هدف واحد وقدامه 45 دقيقه شوط تاني، كان ممكن يقزقز كده ويجيب جون في اي دقيقه والمباراه تروح لضربات الجزاء، وانت تلعب مباراه بضربات الجزاء في ارض المغاربه مع فريق الرجاء والاستاد متقفل كلهم بيشجعوا الرجاء وبيضغطوا على لعيبتك. فانت كنت اعتقد متخيل كانت ضربات الجزاء هتحسم لمين على الاقل نفسيا حتى لو هم كواليتي اقل منك. النهارده اليو ديانج متسبب في كارثه وبيشارك. مش عارف اقول ايه يعني بصراحه، ولكن هو ده المتاح في منتصف ملعب النادي الاهلي. وفرحت جدا لما احمد حسن كوكا شارك في اخر المباراه بدل ديانج. اتمنى ان احمد حسن كوكا ياخد دقايق، والله 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 احمد حسن كوكا لازم ياخد دقايق الفتره اللي جايه، وده انسب وقت يتاخد فيه دقايق بالنسبه للولد ده. الولد ده واعد جدا، الولد ده كان طالع راس براس مع امام عاشور. اي نعم امام عاشور كان اعلى منه في الكواليتي، ولكن الولد ده اتظلم لانه ما خدش دقايق. امام عاشور خد دقايق فبقى امام عاشور وبقى لعيب دولي وبقى منتخب وبقى لكن ده ما خدش دقايق، نسي الكوره. الولد اتجمل على الدكه. اتمنى احمد حسن كوكا، الولد ده خامه اكثر من جيده جدا، احمد حسن كوكا لازم ياخد دقايق على حساب اليو ديانج اللي بيغلط. زي ما انا كنت بنادي ان ايام غلطات الشناوي الكارثيه كان لازم مصطفى شوبير ياخد دقايق، ولكن محدش كان بيديله دقايق ومحدش كان بيسمع حاجه. والنادي الاهلي بيدار بعقليه العواجيز. انا اسف جدا مع كامل احترامي ليهم، ولكن عقليه النادي الاهلي بتدار بعقليه العواجيز. اصل لاعب خبره، اصل لاعب مش عارف ايه، اصله كابتن الفرقه. الكلام ده بياكلش عيش. ولو انت همك مصلحه الفرقه كان اللاعب اللي اسمه مصطفى شوبير ياخد على حساب الشناوي ايام ما كان الشناوي بيعمل كوارث وكلنا فاكرينها، ده في القريب العاجل مش في البعيد. فبرافو جدا تغييرة احمد حسن كوكا باليو ديانج. كالعاده النهارده كان من ابطال اللقاء او البطل الاول كالعاده مروان عطيه اللي بيجيد ويصول ويجول في منتصف ملعب النادي الاهلي. حمدي فتحي اللي لا يقارن، حمدي فتحي اللي ركيزه اساسيه يعني لا يمكن الاستغناء عنها في ايا كانت الظروف. حمدي فتحي لازم يلعب جنب مروان عطيه، ده شيء لا يصدقه عقل ان واحد من الاثنين دول يكون على الدكه زي ما كان بيحصل في كاس العالم للانديه. كنت بشد في شفايفي كده بقطعها من كتر اللي انا بشوفه من كولر ان هو بيقعد مروان عطيه على الدكه مش عارف ازاي. ياسر ابراهيم وثنائيه ياسر ابراهيم وعبد المنعم النهارده كالعاده رجل المواعيد الكبرى. ياسر ابراهيم النهارده كان من اللعيبه المتميزين جدا. عبد المنعم النهارده كان ولا اروع. محمد هاني وعلي معلول كانوا سادين الجنبين والطرفين تماما على لعيبه الرجاء المتواضعين اصلا. وانا شايف ان علي معلول وهاني النهارده ما تعبوش او ما لقوش الصعوبه الكبيره ان هم يوقفوا الاجنحه بتاعت نادي الرجاء، لان هم اصلا متواضعين فنيا. وهاني ومعلول يعني يلعبوا عليهم كوره بالشوكه والسكينه يعني بدون اي مجهود. والشناوي النهارده شابوه الشناوي اللي كان ثابت جدا وما تهزش وما خافش من الضغوط الجماهيريه وما خافش لما البيلين جه وكان ثابت على رجليه، على عكس الشناوي الفترة الأخيرة اللي بيشككنا ساعات كده في جودة محمد الشناوي نفسيا مش فنيا. محمد الشناوي لما بيكون واقف على رجليه ونفسيا ذهنه صافي بتشوف نسخة ولا أروع. محمد الشناوي لما بيكون نفسيا مهزوز بتشوف نسخة شريف إكرامي في 2012 مع النادي الأهلي و2013 والفترة اللي الله لا يرجعها. أما الباقي كله زفت. علي مع اليو ديانج كان زفت، كهربا كان زفت، يعني لا جديد يذكر. كهربا
انا مسميه المدروش، يعني ماتش يعمل لك جونين وبيكون وحش، حتى وهو جايب جونين بيكون ادى اللي هو مطلوب منه ولكن وحش على المستوى الفني لما الكرة تكون معاه. ده رأيي ما يهمنيش اي رأي مخالف، ده رأيي يحترم ورأي حضرتك يحترم، ولكن ده رأيي. كهربا مش احسن حاجة، لعيب كورة مش احسن حاجة، خطاف بيعرف يجيب اجوان، يعني بيعرف يستغل الفرص الى حد ما، ولكن انا مش شايفه لعيب كويس لما الكرة بتكون تحت رجليه او في رجليه. بيرسي تاو النهارده كان عمال يحنكش هو وحسين الشحات زي ما قلت لكم، وكنت حاسس ان اللعيبه بتفكر في ماتش الزمالك، مش عايزه تعمل مجهود، بتوفر المجهود، عايزه تخرج باقل الخسائر، ولكن كانوا مش كويسين لان النادي الاهلي دايما معودنا ان هو بيلعب بشخصيته وبكاريزمه الفرق الكبيره اللي ما بنستغناش عنها ابدا ايا كان الخصم اللي احنا بنلعبه. دايما متعودين احنا كجمهور النادي الاهلي ان احنا بنشوف شخصيه النادي الاهلي الكبيره في اي ميعاد، ضد اي خصم، تحت اي ظروف، في اي ملعب. فلما الاقي النهارده النادي الاهلي على طول تحت الكوره، وحتى لما الكوره بتبقى معانا، انا متفاهم ان هو ممكن يبقى تحت الكوره لانك كسبان بره ارضك ومرتاح، ولكن في حاله ان الكوره معاك انت مش عارف تتصرف بيها. في الشكل المتواضع جدا اللي انا شايف عليه لعيبه الرجاء وفرقه نادي الرجاء كلها، انا كنادي اهلي لما يبقى معايا الكوره ومش عارف اعمل حاجه مع المتواضعين دول، فانا كمشجع قاعد مش فاهم اللي بيحصل ده ليه انتوا بتعملوا كده؟ ليه مش عايزين ليه تدوسوا على الكوره وتروحوا وتقسموا؟ ليه ازاي زي بجوده يعني بيرسي تاو وحسين الشحات المتالقين الفتره الاخيره، والكهربا اللي بيعرف يجيب اجوان في الفتره الاخيره، ومحمد شريف اللي نزل بعد كده وحاول يحنكش برده بدون اي نتيجه تذكر، اتلعب له كام عرضيه ما عرفش يستغلها، دخل في كذا صراع بدني وكلهم ساب الكرة ووقع على الارض وفضل يمسك ركبته ويمسك السمانه ويبص للحكم، وجو يعني جو الزمالك ده اللي احنا مالناش فيه، احنا مالنا بالكلام ده. العب كوره والعب ناشف واضغط على الخصم والتهم معاه واكسب الثنائيات واطلع عافر في كل كوره يا عم محمد يا شريف. ولكن النهارده زي ما قلت لك اليو ديانج زفت، بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا ومحمد شريف كلهم علامات استفهام. اما احمد باشا عبد القادر حنكوشه الكبير لما نزل وفضل يعمل لي كيفيه رونالدينيو، انت بتعمل ايه؟ انت هو بالعافيه انت عمال تزق الكره وتجري، تيجي ترقص تتقطع منك، انت مش سريع عشان تزق الكره وتجري. وفي حاله لما الماتش يكون مقفل كده الترقيص ده مش هيجدي نفعا، لان هم اصلا عايزين ياخدوا الكره ويلعبوها طوليه على طول. فانت المفروض يعني باص وتجري في المساحه، باص لمسه ولعبه وتجري في المساحه وتجريهم وراك، لكن مش تجري انت والكره. انت كده بتسهل المهمه على مدافعين جدا. في حاله ان انت هترقص هيقوم واحد تاني ساند زميله اللي داخل يترقص من سعادتك ده، الاثنين هيبقوا عليك، هتاخد منك الكوره. كل مره كان بيتعمل فيك نفس اللعبه، ولما انت بدات تفوق بقيت تزق الكوره، بقوا برضو يخشوا معاك في صراع سرعه، وبرضو كنت بتحرج نفسك، الكوره كانت بتتاخد منك بكل سهوله. فانت لا سريع ولا قوي بدنيا، حتى الحته بتاعت لما تيجي تعدي انت مميز في الواحد على واحد، لكن ده في معظم الحالات كنت 1 على 2 وعايز برضو ترقص. فمش عارف دماغك دي فيها ايه. محمد طاهر لما نزل كان خايف على رجليه لانه لسه راجع من اصابه ومريح بقاله فتره طويله، اعذره. لكن انت سعادتك انا مش عارف، يعني انت كنت فورمه عن طاهر، انت مريح فتره اقل بكتير من طاهر، علامه استفهام كبيره. انزل خليك مفيد للفرقه، مش نازل تمتع نفسك ونازل تلعب ماتش خماسي، ماتش مقفل وماتش متنيل متعرقب. اخلص من الكوره بسرعه واجري في المساحه، هتتلعب لك، والله هتتلعب لك، ما فيهاش سكر. الكوره يبقى فيها سكر وكلنا هنشيلك فوق الراس لما تجيب جون، مش لما ترقص ترقصتين. احنا مش زملكاويه، ما بنعرفش اللقطات دي وما بتفرحناش، ما بتفرحناش. اتمنى من احمد بيه عبد القادر ده ان هو ينضج بقى كرويا، انضج كرويا عشان تليق بتيشيرت النادي الاهلي. لحد دلوقتي انت مش لاقي بتيشيرت النادي الاهلي، واتمنى ان حضرتك تروح بقى سيسكا موسكو، بوسكا موسكو، فاسكا، المهم تمشي. اتمنى ان انت تمشي وخلاص، يا رب تمشي يا احمد عبد القادر، لانه واضح ان الدروس ما بتعلمكش حاجه. يعني انا قلت المجيدين، وقلت اللي انا شايفهم النهارده ما جوش المباراه، وقلت اللي ما جاش المباراه ولبسنا كوره بيلين زي ديانج اللي كان ممكن يرجع الرجاء بالتليفون للمباراه، وهو مش فريق ولا يستحق اصلا ان هو
يعني يعمل عليك هجمه، مش هقول لك لا يستحق ان هو يجيب جون، لا يستحق ان هو يعمل عليك هجمه اصلا. فريق متواضع جدا ولا يرتقي اصلا لمستوى ان هو يعدي من دور المجموعات. بل وتخيل ان الرجاء عدى او تاهل لربع النهائي دوري ابطال افريقيا وهو اول مجموعته. ازاي؟ مش عارف. النادي الاهلي كان تاني مجموعته والرجاء اول مجموعته، ولكن هذا ما حدث. لحد هنا وبتمنى لحد هنا لحد هنا والكلام بيخلص عن اللقاء. ان شاء الله التقي بيكم في مواعيد اخرى قادمه قريبا. لحد هنا وتكون حلقه انتهت. اتمنى اني كنت ضيف خفيف على حضرتك. بقدر وقت حضرتك جدا، بحترم شخصك جدا. دمتم جميعا بألف خير، ونتمنى كلنا توفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه ضد الزمالك في السوبر المصري ان شاء الله في الامارات يوم 5/5 القادم. بالتوفيق لكل النادي الاهلي، منظومه وجماهير واداره وجهاز ولاعبين. بالتوفيق. صلي على سيدنا محمد، ما تنساش دي اهم حاجه في يومك. السلام عليكم.